السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم احلى اخوات في الدنيا، يا رب تكونوا بألف خير. ده ان شاء الله البرسيل او الخلطة اللي هنعملها مع بعض النهاردة بطريقة تحفة بجد، هتعجبكم ان شاء الله. والمكونات اللي فيها سهلة قوي قوي، موجودة في كل بيت. شوفوا عاملة ازاي روعة. طبعا في اخر الفيديو كان فيه رغاوي كتير قوي، انا طبعا ركنته كده شوية لغاية ما هادي. بصوا لانه كان سخن. بصوا عامل ازاي روعة بجد. هتخلي لك الهدوم البيضة او السجاد او البطاطين تلمع كده، هتخليها لك زي الفل. الخلطه دي بجد روعه، ان شاء الله تنول اعجابك. يا ريت حبايب قلبي اللي مشرفيني ومنوريني على القناه ولسه ما عملوش اشتراك، يا ريت يا حبايب قلبي تعملوا لي اشتراك فضلا وليس امرا. ويا ريت يا حبايبي ما تنسوش اللايك، عشان اللايك بيرفع الفيديو وعشان يوصل لكم كل جديد انا بقدمه على القناه. ايه رايكم بقى؟ هوريكم الرغوه بتاعته عامله ازاي. لحظه واحده. يا حبايبي انا حاطه كده ميه عاديه من الحنفيه، هاخد شويه من البرسيل. حاطه شويه كده صغيرين. يا حبايبي بصوا رغوته حلوه قوي قوي. طبعا المسحوق اللي احنا حاطينه في الخلطه ريحته تحفه. بصوا رغوته عامله ازاي، تحفه تحفه بجد. بصوا رغوته عامله ازاي، ايه رايكم؟ اهي شوفوا رغوته عامله ازاي تحفه. ايه رايكم؟ عملنا كميه حلوه يعني، عملنا حوالي 5 لتر. ايه رايكم؟ يلا بقى بينا على الوصفه عشان نشوف احنا ازاي عملناها مع بعض. ان شاء الله يا حبايبي هنعمل وصفه تحفه بجد لغسل الهدوم البيضاء، للسجاد، للبطاطين. يعني وصفه متعدده الاغراض، هنعمل بيها حاجات كتيره جدا. بس قبل ما نبدا الوصفه كده يا حبايبي نسمي الله ونصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم. اول حاجه كده معايا لتر من الميه المغليه، معايا معلقتين زهره بيضه، معلقتين كربونات الصوديوم بس هما كتروا مني شويه، نزل مني شويه كتير. معلقه من الملح الليمون. تمام. بصوا بتفاعلوا ازاي مع بعض. وكمان معايا ده مسحوق اوكسي. تمام. حاطه كده حوالي نص كوبايه، نص مج. انا حطيتهم الاول كده في الميه عشان يدوبوا. تمام. هركنهم كده نكمل الوصفه قبل ما الحاجات دي تدوب. لازم ان الميه تكون مغليه عشان يدوبوا منك. هسيبها بقى اركنها. انتوا وحشتوني كتير قوي يا حبايبي بجد، انا اسفه جدا ان انا بتاخر على الوصفات. انا بس كنت تعبانه. اول ما خفيت قلت لازم اعمل معاكم الوصفه. انا اسفه جدا جدا بجد، وحشتوني قوي قوي قوي. انا معايا كده نص لتر من الصابون السائل، اي نوع صابون سائل عندك. وده نص لتر من البرسيل الجل، هحطهم كده على بعض. يبقى انا معايا لتر من الصابون السائل على البرسيل الجل. مش عايزه تحطي الاتنين على بعض، عندك حاجه واحده بس، عندك مثلا البرسيل بس حطي لتر، عندك صابون سائل حطي لتر. يعني مش شرط ان انت تحطي الاتنين مع بعض. تمام. هقلبهم. هقلب الحاجات دي مع بعض كده، هندمجهم مع بعض. يعني الموجود عندك اعملي بيه. تمام. معايا دي كوبايه، دي خلطه الهدوم البيضاء. انا كنت عملت معاكم قبل كده، هي لونها اخضر. تمام. كنت عملتها معاكم في فيديو قبل كده، الخلطه البيضاء والخلطه الخضراء اللي انا عملتها معاكم قبل كده. حلوه قوي قوي في التنظيف. دي بقى للهدوم البيضاء، بصي هتخليها زي الفل. وبرده لو البطاطين فيها اي بقع هتمحيها لك، لان احنا هنحط فيها مكونات حلوه قوي للتنظيف. لحظه واحده. بصوا يا حبايبي هجيب بقى اللتر، الحاجات اللي احنا حطيناها اهي. ده لتر، حطينا لتر ميه مغليه، حطينا فيه معلقتين بيكربونات الصوديوم، معلقتين زهره بيضاء، ومعلقه ملح ليمون، والمسحوق نص مج. هنقلب كل الحاجات دي مع بعض. بجد الخلطه دي ان شاء الله كده تجربيها وتدعي لي. لو السجاد فيه اي بقع بجد هيمحيها لك، او البطاطين والهدوم البيضاء طبعا تحفه في التنظيف. بعد كده لحظه واحده، وهحط ميه عاديه خالص من الحنفيه ساقعه عادي. بس دي مطرح، بصوا دي ميه عاديه بس مطرح الحاجات اللي كنت حاطاها في الجردل ده. تمام. هتحطي حوالي لتر كده. بصوا لسه تقيله. لحظه واحده. بصوا يا حبايبي معلش بقى، انا الكاميرا فصلت مني، دايما بتعملها معايا وتفصل مني الكاميرا. انا حطيت ميه، دي كله ميه اللي انا حطيته. تمام. انا حطيت كده بصوا لغايه ما بقى، يعني الطبق ده بياخد حوالي 5 لتر. بصوا لسه تقيله. ده كله ميه. تمام. كنت حاطه لتر معاك وحطيت كمان لتر، يعني انا يقولوا يجي 5 لتر.
طبعا انا مزوده عشان انا هغسل هدوم بيضه وهغسل البطاطين، هغسلهم كلهم الصراحه. انا عندي البطاطين والهدوم البيضه دي، ده لون ازرق، بجيب بودره كده من عند بتاع المنظفات وبدوبه في ميه. تمام. انا هعمل الهدوم البيضه وهغسل برضو البطاطين والسجاد. طبعا انا مش هغسلهم كلهم مره واحده، يعني انا مثلا ايه، هنقع الهدوم البيضه وهكون ايه، وهغسل البطاطين كمان، والسجاد بقى بعدها بيومين كده. انا السجاد عندي فيه بقع برضو، هيخليه حلو قوي من الحاجات اللي احنا حاطينها. يعني احنا الوصفه دي روعه، ومش حاطين فيها اي بقى ايه، اي صودا، ما حطيتش صودا خالص. حط شويه لون كمان. طبعا مش عايزه تحطي لون مفيش اي مشكله خالص، انا طبعا بحط اللون عشان الفيديو. طبعا بقى هتغسلي بيها الهدوم البيضه، هتخليها لك زي القشطه. هتاخدي شويه كده وتنقعيهم في يعني تحطي الهدوم في الميه، انا بنقعهم بره الغساله. تمام. بحط ميه واحط عليها المسحوق، واحط من الخلطه اللي انا عملتها دي شويه، مج صغير كده، وتنقعيهم. والبطاطين برضو لو انت بتعمليهم هتنقعيهم، انا بنقعهم في البانيو، بحط ميه طبعا، بحط ميه واحط المسحوق والخلطه دي، وبتفتحي على ميه كتير وتنقعي البطاطين. والسجاد بقى بحط شويه يعني مثلا في جردل، وازود عليه الميه واغسل بيها، هتخلي لك البطاطين، هتخلي لك السجاد، الهدوم البيضه زي الفل. جربوها كده معايا وان شاء الله تنول اعجابكم وتدعوا لي باذن الله. يعني الوصفه دي مش مكلفانا حاجه، حاطين لتر، لا اما صابون سائل لا اما بيرسيل لا اما الاتنين مع بعض، لتر واحد بس، مش مكلفني اي حاجه، حاجه بسيطه قوي وكان موجود عندي. والوصفه روعه. ايه رايكم بقى؟ هوريكم التقل بتاعها لحظه واحده. طبعا الرغاوي دي هتروح خالص اول ما يبرد خالص. شوفوا تقله حلو قوي. لو عايزه تحطي له معلقه صودا براحتك خالص، ممكن تحطي له معلقه صغيره. في التنظيف برده تحفه. بصوا هو برده تقيل، بصوا تقله عامل ازاي، تحفه روعه بجد. ايه رايكم بقى؟ مفيش اجمل بقى ولا احلى من كده. يا ريت يا حبايبي ما تنسوش باللايكات. بصوا روعه، هتعملي بيه كل حاجه. اهو الطول بتاعه واللون بتاعه حلو قوي. ان شاء الله كده اوريكم برده الرغوه بتاعته في اول الفيديو. لو عجبتكم الوصفه اكتبوا لي في التعليقات، ولو عايزين اي وصفه تانية اكتبوا لي في التعليقات. يا ريت ما تنسونيش باللايكات، ويا ريت تعملوا لي اشتراك في القناه وتفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.